ابن مغیره، عقبة ابن ابی معیط، لا سیما عاصم ابن وائل کانوا یقولون ان محمد ابتر. یقول الله تبارک و تعالی ان شانئک مبغضک عدوک هو الابتر. عن الامام الباقر و الامام الصادق سلام الله علیهما لما عرج بالنبی الى السماء اخذ بیده جبرائیل و ادخله الجنه و ناوله من رطبها و تفاحها فاکله فصارت نطفه فی صلب النبی فلما هبط الى الارض تکونت نطفة الزهراء فی رحم خدیجه فصارت خدیجه حامل بفاطمه ففاطمه حورا انسیه كلما اشتاق النبی الى رائحة الجنه لشم رائحة ابنته فاطمة الزهراء. ولما حملت خدیجه بفاطمه كانت فاطمه تكلم امها و تحدثها و كانت خدیجه تخفی ذلك عن النبی. دخل یوما من الایام فسمع النبی قال یا خدیجه من تحدثین؟ قالت الجنین الذي هو في بطني يحدثني. قال النبي هذا جبرائيل يبشرني ويخبرني أنها أنثى وسيجعل الله نسلي منها وسيجعل الله من نسلها الأئمة المعصومين ويجعلهم خلفاءه في أرضه بعد انقطاع وحيه. و کیفیت تکون نطفه فاطمه الزهراء و تکلمها مع امها لیست ممن فردت به علماء الامامیه بل بعض علماء العامه نقلوا كالقندوزی الحنفی فی کتابه ینابیع الموده، خارزمی فی مقتل الحسین و الذهبی فی میزان الاعتدال نقلوا هذه القصه تکلم فاطمه مع امها و هي فی رحم امها. فلما صارت خدیجه مغربه قربت ولادتها ارسلت الى نساء القریش لیجئن و یساعدنها فی امر الولاده فابین ان یأتین و قلنا نحن لا نجی لا نساعدك في امر الولاده لانك خالفتنا عصیتنا تزوجت مع محمد یتیم ابی طالب فقیر لا مال له و نحن لا نجی. فاقتمت بذلك خدیجه فبینما هي كذلك جاءت نسبة من الجنه و قلنا لا تحزنی یا خدیجه انا رسل ربک جئنا لنساعدك في امر الولاده. حوا زوجة آدم، ساره زوجة ابراهیم، کلثوم اخت موسی بن عمران، مریم ام عیسی علی نبینا و آله و علیهم السلام و آسیه زوجة فرعون جلسنا فی جوانبها یمینها یسارها امامها خلفها فولدت فاطمه و اشرق من نور جمالها الفضا و دخل نورها بیوتات مکه. و نطقت بالشهادتین و بالولایه قالت اشهد ان لا اله الا الله و ان ابی محمد رسول الله
صلى الله عليه وآله وسلم سيد الأنبياء وأن بعلي سيد الأوصياء وأن ولدي سادة الأسباط فسلمت على كل واحدة منهن باسمها فتباشرنا وقلنا يا خديجة خذيها طاهرة مطهرة زكية بورك فيها وفي نسلها. لاحظوا هذه الجملة الأخيرة من النساء، خذها يا خديجة طاهرة مطهرة زكية بورك فيها وفي نسلها فأخذتها خديجة فرحة مستبشرة وألقمتها ثديها فدر عليها. هذه الجملة عجيبة لأن من أسمائها مباركة، بورك فيها وفي نسلها.